تحتل الموضوعية مكانة راسخة في يومنا الراهن، أو بالأحرى في ظل الحداثة الرأسمالية عبر المدارس والجامعات الوضعية، في حين تحتل الذاتية مكانة وطيدة عبر كافة المؤسسات الروحانية والدينوية لتنتج المشروعية للنظام من جانبين مختلفين، كما تؤديان بذلك دور المزية والمشحمة تجاه النظام، عوضاً من أن تكون كل واحدة منهما أسلوباً أو نسقاً للحقيقة، وباعتبارهما تشكلان البنية الكادرية والمؤسساتية لشرعنة السلطة والاستغلال، فهما تتميزان بالفاعلية المماثلة لما تقوم به مؤسسات العنف والاستغلال. إننا مرة أخرى أمام قوى النظام المتكاملة مع مقولة السلطة حقيقة والعلم قوة. أما البحث عن الحقيقة فليس سوى اسم يطلق على لعبة متجسدة في ثالوث: رأس المال، العلم، السياسة، والذي يمكن تسميته بالشركة. كل بحث آخر عن الحقيقة خارج إطار هذه اللعبة إما هو عدو النظام القائم ويجب القضاء عليه، أو يجب جذبه لداخله والعمل على صهره في بوتقته. وإزاء الفقدان الكبير للمعنى فنحن مطوقون بحصار المدنية المادية البالغة أعلى مستوياتها، فكيف لنا النفاذ والانعتاق من طوق قوى رأس المال، العلم، السياسة؟ إن هذا السؤال الذي طالما بحث فلاسفة الحرية عن جواب له، بدءا من نيتشه إلى ميشيل فوكو، ليس من النوع الذي يمكن الإجابة عليه بسهولة. علينا تفهم هؤلاء الفلاسفة الذين توصلوا إلى أحكام على شاكلة المجتمع المقصي وموت الإنسان إزاء الحداثة. فمعسكرات الموت، القنبلة الذرية، حروب التطهير الإثني، دمار البيئة، البطالة الجماعية تضيق الخناق على الحياة بشكل متطرف، تفشي السرطان وغيره من الأمراض كالإيدز، إنما تدل على صحة تلك الأحكام، بل وتجعل بنا البحوث عن الحقيقة المضادة مهمة ضرورية وملحة. مرة أخرى أعيد وأوضح أن التيارات الاشتراكية العلمية والديمقراطية الاجتماعية والتحررية الوطنية التي ينظر إليها كنظريات معارضة عظمى قد حددت أماكنها منذ زمن طويل كمذاهب في كنف الحداثة، وبدأت بتأدية أدوارها بموجب ذلك. من السهل الإدراك أن العديد من البحوث الماوراء حداثية هي تيارات فكرية حداثاوية غيرت من هيئتها. عندما تبلغ النظم ذروتها تبدأ بالتحلل والتهاوي، وأعوام السبعينيات تمثل مرحلة بدء انحدار الحداثة الرأسمالية ورواج فقدان الثقة بها حصيلة تجزؤها وتراجعها الواضح في الأسلوب. لهذه المرحلة علاقة وثيقة ببدء ظهور الفكر الأيكولوجي والتيارات الفامينية والحركات الإثنية الثقافية ودخولها حيز التنفيذ. فتجزؤ الأسلوب العلمي قد أظهر للعيان وجود عوالم أخرى مختلفة، وأبرز قيمة الشروح الحرة. من المهم للغاية استقبال هذه المرحلة التي يمكن نعتها بمرحلة الفوضى بإدراك غني، والنظر إلى مختلف المجموعات الفكرية البارزة حسب واقعها كبؤرة للمقاومة في أحشاء جميع بؤر السلطة. إن تقييم هذه المرحلة التاريخية بالمثمرة من حيث بروز الأساليب الجديدة وتصورات الحقيقة المختلفة يزيد من فرصة إعادة بناء المجتمع على مستوى المجموعات. فتجسيد يوتيوبيات الحرية والمساواة بشكل ملموس على شكل بنى اجتماعية منشأة قد أصبح من بين المهام العملية اليومية التي تفرض نفسها بقوة، وما يلزم لذلك هو معرفة القيمة العلمية للطريق المسلوك والتحلي بقوة إرادة الحرية. إننا نتحدث عن المرحلة التي يدنو فيها عشق الحقيقة من الحياة الحرة. ما نقصده باختصار: الحقيقة عشق، والعشق حياة حرة. والحال هذه لا يمكننا الوصول إلى المعلومات اللازمة ولا إنشاء عالمنا الاجتماعي والقوى الريادية الجديدة له ما لم نتعقب الحياة الحرة بعشق وهيام، سواء من حيث الأسلوب أو كنسق للحقيقة، لنبحث عن قرب في تحصيل المعرفة وإنشاء البنى الريادية على ضوء فرضياتنا هذه. لنبدأ في بحثنا برفض ريادة كل من بيكون وديكارت، وبعد دحض ثنائية الذات الموضوع وثنائية الروح البدن، فإن اتخاذ الإنسان معياراً أساسياً سيكون بداية مناسبة من جميع النواحي. ومثلما لا نتحدث هنا عن عالم إنساني المركز، فنحن لا نتبع أسلوب الفلسفة الإنسانية أيضاً،
بل إن موضوع بحثنا هو مجموع الحقائق المتركزة في الإنسان.